أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وقناة كرويات كروي، ومعكم أمجد. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب للقناة أمجد من قناة كرويات كروي. عناويننا بشكل سريع: الدوري المصري مهدد بالإلغاء، صفقات الزمالك والأولويات، إيقاف قيد في الزمالك والحل، موقف كوتيسا في الدوري المصري. حسام حسن يقدم اقتراح أعتقد أنه مرفوض، ده رأيي أنا الشخصي يعني. لاعب دولي أهلاوي سابق في حسابات الزمالك. عدم تفعيل عقد نجم الزمالك. الوزير يفاجئ النادي الأهلي بقرار بتصريحات قوية. مفاضلة بين صفقات الأهلي وثلاث صفقات يتم الانهاء منها. 2 منهم الزمالك كان بيدأ مفاوضات معهم، والأهلي الزمالك يفاوض، الأهلي ياخد. ده طبعا ده فيلم مكرر للأسف، طبعا لبطء مجلس إدارة الزمالك. طبعا استبعاد نجمي الأهلي أمام صن داونز، شفاء نجم الزمالك من الإصابة. طيب هنقول إيه الأخبار؟ ليه الدوري مهدد بالإلغاء؟ بيراميدز عندي ماتش 17 مع بتروجيت، وبعد كده 20 هيقابل الزمالك في كاس مصر، وبعد كده هيلعب 24 مع الدوري في نهائي دوري ابطال. طبعا كده هو هيتضغط، هيتظلم مرتين بصراحه، هيتظلم مره قدام الزمالك وهيتظلم مره قدام الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ازمه الانسحاب ومباراه القمه، والموضوع لا زال معلقا، والمفروض يكون 6 نقاط من الأهلي، اتخصم 3 و3 التانيين. يعني المفروض الطبيعي ان العقوبات تنفذ. حتى في أهلاوية قالت هذا الكلام، زي ما انت عاقبت الأهلي الزمالك تعاقب الأهلي. يعني انت ليه؟ يعني أهلي أصلا المفروض ما يعملش أي شكاوى ولا يتم البت فيها ولا حتى النظر ليها. يعني أصلا المفروض تكون الشكاوى الأهلي وتظلماته مرفوضة شكلا ومضمونا. بسيطة خالص، موضوع ليس تقديري وليس فيه تأويلات ولا فيه أي تغييرات. موضوع مشابه، كابي، زي ما بيقول كابي بيست. الموضوعين زي بعض، الزمالك والأهلي انسحبوا، لا هنا في ظروف قهرية ولا هنا في ظروف قهرية. خلاص أنا اديت ده 6، أدي ده 6 نقاط وخلصنا. لكن هو الأهلي بيحاول يضغط ومش عايز يرفض تنفيذ العقوبات، لأن هو ما تعودش يتنفس العقوبات منذ زمن بعيد. وديكم بتشوفوا حتى لما بيحصل تجاوزات مع الحكام ما فيش عقوبات. حتى في أفريقيا آخر لقاء كان الأهلي واللعيبة اعترضت على الحكم، لقاء الهلال السوداني، اعترض شديد والجهاز الفني وما فيش أي عقوبات. وإمام عاشور دفع مدرب بيراميدز عقوبة تافهة طبعا، على عكس في لاعب في أحد الأندية دفع بسيره، أخذ ماتشين و200 ألف جنيه. يعني دي أمثلة يعني إن الأهلي ما بيتعاقبش، فده للأسف ده عمل مشكلة. والمفروض يبقى الميزان واحد عشان تحس فيه عدالة، عشان الدنيا تهدى بين الجماهير وبين اللاعبين. طيب الدوري كده يبقى فيه مشكلتين دول مشكلتين كبيرتين، والاتحاد خلى نهاية الدوري بدري عشان يساعد في موضوع انتوا عارفينه طبعا، عشان في لعيب يتم قيده في كاس العالم، ويتم انهاء الدوري مبكرا قبل ميعاده فترة، وضغط الدوري واللي يحصل مهم ان اللاعب ده، لكن اللاعب ده حاليا معرض للإيقاف بنسبة كبيرة، نظرا ان هو النقطة اللي الناس مش واخدة بالها منها، هو لا يزال يلعب في الزمالك ولا يذهب منذ فترة إلى تدريبات ولا يستجيب لأي استدعاءات، ما بيروحش النادي خالص، فطبيعي يكون في إيقاف عنده. ده ألف به كورة في قوانين الكورة يعني. صفقات الزمالك والأولويات اللي عندي في الزمالك، عند الزمالك هدف أساسي عنده باك يمين يساعد عمر جابر. أحمد محمود لسه شاب صغير وخبراته قليلة، وعمر جابر لعيب كويس ومقاتل في الملعب، بس يعني ما هوش لعيب السوبر. يعني انت عايز لعيب يكون كمان مساك، وفي نفس الوقت يطلع بالكرة كويس ويبني هجمة ويلعب في ناحية اليمين. فطبعا بيكهام لاعب حر، هيكون لاعب حر، ممكن الزمالك يدخل معاه في مفاوضات. الصفقات التبادلية، بالرغم ان يعني انا عارف مفاوضات مع بيراميدز صعبة جدا، بالرغم ان في صداقات وفي علاقات دلوقتي، في تقارب بين اهلي والزمالك وبيراميدز، لكن نظرا لان شوف هنقول السبب، احنا نظرا لان بيراميدز عايز لعيبة من الزمالك اكتر من الزمالك عايز لعيبة من بيراميدز، فهيبقى في
في نظام مبادلات هتاخد وقت شوية، لكن ما قلناش ان اللعيبة موافقة ولا اللعيبة هنا ولا هنا موافقة، لكن في اسماء هيحاول الزمالك وبيراميدز يعمل تبادل فيها. بيراميدز عينه على ناصر ماهر، سيف جعفر، سيف الجزيري، محمد صبحي، فتوح. خلي بالكم محمد صبحي فتوح ده هيبقى أزمة طبعا، يعني ممكن يبقى يعني رفض رحيلهم يعني. تمام، ممكن نشوف يعني. الزمالك عاوز زلكة، عايز محمود صابر، أسامة جلال، عبد الرحمن مجدي. برغم ان محمود صابر ما بيشاركش ومعار، وأسامة جلال ما بيشاركش خالص، زلكة بيشارك على فتراته وكمان ما بيلعبش يعني هو معار، عبد الرحمن مجدي ما بيشاركش. وبرغم من كده بيراميدز هتلاقي في صعوبة مع الزمالك، بس مش هتبقى العملية معقدة زي ما كان قبل كده، لا هيبقى في صعوبة بس في رغبة متبادلة في إجراء الصفقات. لكن زي ما قلنا لسه الأندية ما وافقتش على الأسماء ولا اللعيبة ما وافقتش إنها تروح، لكن دي خطة تم طرحها ويجري التنفيذ في نهاية الموسم بين الفريقين. إيقاف القيد في الزمالك وسببه. إيقاف القيد سببه 2، خالد بوطيب وباتشيكو. خالد بوطيب بالأساس الزمالك دفع مبلغ مقدم كبير، لكن لسه فاضل 7 أقساط. كان المفروض الزمالك يواظب على الدفع، ما نعرفش في خلل ولا في تأخير ولا في عجز، الله أعلم، لكن في 7 أقساط باقيين. فالزمالك فضل له يدفع قبل يعني قبل نهاية أو في آخر شهر 6 مع أو نهاية الموسم اللي احنا فيه ده، لازم يدفع 107 مليون جنيه للغرامتين الاثنين عشان يتم فك القيد. والزمالك ينوي أو ينتوي ذلك، ولجنة التخطيط تنوي ذلك وماشية في الصفقات. والزمالك أصلا مجلس ما ينفعش ما يعملش صفقات، لأن أصلا موضوع زيزو وضع المجلس في موقف صعب جدا جدا جدا، وموضوع خروج من الكونفدرالية. فمجلس الزمالك مضطر يعمل صفقات وبيحاول يتصرف فيها بأي شكل لحفظ ماء الوجه وتهدئة الجمهور وتهدئة الغضب العام من جماهير الزمالك. كوتيسا في الدوري المصري، الأهلي رجع يفاوضوا تاني والزمالك بيفاوضوا، لكن كوتيسا حتى هذه اللحظة بالنسبة لأهلي والزمالك شرط وجوده في الدوري المصري سواء أهلي أو زمالك أن يرفض الاحتراف، لأنه هو عايز يحترف في أوروبا. لو اللاعب غير رأيه هيذهب إلى الأهلي أو الزمالك اللي يقدم عرض أقوى. طيب حسام حسن عمل اقتراح، بما أن المعسكر ده اتلغى، تعمل معسكر في أمريكا من 2/6 ل 5/6 أو 6/6 وبمشاركة لاعبي الأهلي. وأنا بقول لكم على كده اعتبر اقتراح مرفوض، والأهلي مش هيرهق اللعيبة بتاعته ولا يدخلهم في المعسكر، والأهلي عامل هيلمان عشان كأس العالم مشتري لعيبة من هنا ومن هنا، وكل لعيبة يقول لك هاخدوا كأس العالم وهعمل تشعر أنه يعني الأهلي هياخد كأس العالم يعني. طيب فطبعا الأهلي هيرفض هذا الاقتراح ومش هيتم المعسكر بتاع كابتن حسام حسن في أمريكا، يعني انسى يا عمرو. طيب لاعب دولي في حسابات الزمالك، اللعيب ده اتقال اسمه من الموسم اللي فات واتقال اسمه تاني وممكن يكون مطروح، ممكن يكون الزمالك بيفكر فيه ان يجيبوا احمد حجازي لاعب الاهلي السابق اللاعب الدولي. الميزه ان هو هيبقى لاعب بشرط الزمالك يعني عايز يجيب حجازي بشرط ان اللاعب يكون حر يخلص نفسه يعني باي طريقه. انا اعتقد الموضوع ده هيكون صعب شويه، لكن هو في جزء من الاهتمام باحمد حجازي. الزمالك اقتنع تماما لجنة التخطيط وبسيره وكل الناس مختصين بالكرة بعدم فاعلية استمرار محمد حمدي. لم يقدم مستوى قوي، لم يثبت نفسه، والزمالك لما يعمل عدم تفعيل عقد هو هيكون الكسبان، لأن هو لو اشترى اللاعب وتحسب له نسبة المشاركة كان هيدفع مبالغ كبيرة، فده في مصلحة الزمالك عدم تفعيل عقد محمد حمدي. الوزير في أحد تصريحاته الأخيرة يفاجئ أن الأهلي بيقول أنا عشان طلعت إشاعات، على فكرة أنا مش بقول إن الوزير قال، لا أنا بقول لكم طلعت إشاعات وأخبار إن بند ال8 سنوات يتم تجاهله مش هيتغير والناس هتكمل وكل حاجة. الخبر ده انتشر جدا. الوزير قال حتى هذه اللحظة بند ال8 سنوات ممكن يتم وضعه وممكن يتم تجاهله، لكن لسه الصورة ما بنتش، لكن كل الأمور واردة
وارد يكون في بند 8 سنوات أو وارد يتلغي، لكن لسه الموضوع تحت الدراسة، فلسه ما فيش جديد، فكل دي أخبار بتيجي كده إيحاءات يعني زي بالونة اختبار. مفاضلة، الأهلي بيفاضل بن يحيى زكريا. كان في جلسة في النادي الأهلي عملية التخطيط، وكابتن محمد رمضان وكابتن الخطيب وأحد المسؤولين في نادي غزل المحلة، وتم التفاوض على الجزار وبن شرقي، الجزار ويحيى زكريا وبن شرقي. لكن يحيى زكريا في مفاضلة بينه وبين توفيق محمد. توفيق محمد الأقرب للنادي الأهلي باك شمال. الجزار من أحسن مدافع الدوري مصر حاليا، والزمالك كان بيفاوضه هو وبن شرقي، وبن شرقي لاعب وسط والزمالك كان بيفاوضه. وفي مفاضلة بين الجزار وهادي رياض، وحاليا المفاضلة لصالح الجزار في النادي الأهلي. وبن شرقي عمره 24 سنة ولاعب وسط مهاجم كده ما شاء الله. يبقى عندك في الأهلي كده خط وسط يعني 10 تقريبا، 10 منهم إمام عاشور لازم يلعب، ومنهم مروان عطية لازم يلعب، وهنشوف اللي يحصل الفترة اللي جاية. يعني هو ممكن يكون بن شرقي على طريقة عمر الساعي. استبعاد نجمي الأهلي أمام صن داونز. وسام أبو علي يقال إن إصابة محد، يعني هو كان في أزمة، يعني هي أزمة وإصابة مع بعض، اللاعب ما بيشاركش وكان مستاء ومتضايق الاتنين مع بعض، فاحتمال يبقى على الدكة ويشارك في فترات المباراة. يقال إن هو لم يتمثل الشفاء تماما، لكن زي ما قلنا في أزمة في الموضوع، بالإضافة هو جاهزيته كويسة، بس يقال إن هو هيلعب فترة، خايف عليه، وممكن تكون وجهة نظره إن هو لسه مستواه نازل، فممكن يلعب لعيبة أساسية على حسابه. اللاعب التاني مستبعد عشان تغيير خطة الهجومية في الأهلي. ياسر إبراهيم غالبا هيكون احتياطي على الدكة، هيلعب احتمال يبدأ بأشرف بن شرقي، وممكن تتفاجأ تلاقي كمان الشحات مع جراديشار، ممكن تلاقي الشحات مع جراديشار، وممكن تلاقي طاهر محمد طاهر. هنشوف الفترة اللي جاية، واحتمال أفشة تبقى له فرصة في ماتش هجومي زي كده، ممكن يتفاجأ إن الناس نلاقيها أفشة، بس مش هيكون أساسي، ممكن يكون أحد التغييرات. آخر خبر عندنا محمد عواد بعد أن كان هيسافر وهيعمل عملية تنظيف ركبة، أخذ علاج وأدوية ومضادات حيوية ومضادات التهابات ومسكنات، وتحسن وتم شفاؤه تماما. ولحين فيما بعد ممكن الزمالك يقرر سفره الخارج إجراء العملية، لكن هو حاليا جاهز للمشاركة في المباريات. دي كانت كل أخبارنا. كان معكم أمجد، قناة كرويات كروي. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب، دايما بأسعد وأتشرف بيكم كل الناس طبعا فوق راسي. تحياتي ليكم أهلاوية وزملكاوية، وإلى اللقاء. تحياتي ليكم، كان معكم أمجد كرويات كروي، إلى اللقاء.